السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده العزيزيه الدمياطي باسهل وابسط طريقه ممكن تعمليها. مش هتحتاجي بيض للوش ولا اي حاجه من الافتكاسات اللي هي موجوده دي. مكوناتها موجوده عندك في البيت وسهله وبسيطه جدا. هتطلع معاكي ممتازه ان شاء الله واحسن من بتاع المحلات. مفيش وجه مقارنه ان شاء الله ما بين اللي احنا هنعملها والمحلات، لان مكوناتها هتطلع من البيت وهتكون معاكي ممتازه ان شاء الله بتركات بسيطه جدا. تعالوا كده بينا نسمي الله، وقبل اي حاجه لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناه. معايا كوبايه مكرونه، لو هنعايرها بالكوبايه هتبقى كوبايه من اللي هو مج الشاي العادي. لو على الميزان هيبقى 125 جرام. اي نوع مكرونه انت حابه تستخدميها. عايز تستخدمي شعريه سباكيتي مفيش مشكله، حابه تستخدمي مكرونه اقلام مفيش مشكله، قواقع اي نوع مش هتفرق. تمام. هنزلها في ميه بتغلي عليها ربع معلقه من الملح. كميه الميه عادي، حابه ان انت تعايريها مفيش مشكله، ممكن تكون 300 جرام، يعني كوبايه ونص او كوبايتين 400 جرام. انا حطيت الميه كده بالويم لان انا كده كده مش عايزاها، انا هسلق فيها بس المكرونه. المكرونه بتاعتنا هنسلقها لحد ما تتهري معانا خالص، تبقى معجنه بمعنى الكلمه. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. النوع اللي انا مستخدماه اي نوع مكرونه بقى موجود عندك. انا سبتها لحد ما اتسلقت، خدت معايا في السليق بالظبط ساعه الا ربع، كنت مهديه عليها النار وسبتها تتسلق. تمام كده. هجيب شفشق الخلاط بتاعي وهنزل ب 100 جرام من النشا. لو هنعايره يبقى كوبايه الا ربع. تمام كده. ومعايا كوبايه من السكر، المج اللي انا مستخدماه هو مج شاي عادي. كوبايه من السكر، اي سكر بقى، تموين مش تموين. المهم الكوبايه دي 200 جرام، وده حسب الرغبه، بس كميه السكر كانت مظبوطه. هستخدم قد ايه لبن؟ هستخدم كيلو ونص لبن. اللبن اللي انا مستخدماه لبن فلاحي جاموسي. حطيته في التلاجة، يعني جبته من قبلها بليلة وحطيته في التلاجة علشان خاطر يطلع وش، واستخدم الوش ده. حطيت بس ربع معلقة من الفانيليا بتدي لها ريحة حلوة قوي. وضربت كل المكونات بتاعتي دي لحد ما اتهرت خالص في الخلاط، وبعدين رفعتها على النار وهبدأ ان انا اشتغل في التقليب. حطيت بس نص اللبن او ربع كمية اللبن عشان بس يشغل معايا الخلاط واقدر اضرب المكونات كلها مع بعض. وبعدين هنزل بكمية اللبن التانية، ومطلع وش دسم حلو قوي، فانا استخدمته اثناء ما انا كنت بضرب الخليط كله مع بعض. تمام كده. واللي سهل عليا ان انا عملت المكونات كلها مره واحده في الشفشق بتاع الخلاط علشان تسهل عليا وانا بشتغلها على النار. تمام. ولو هتلاحظي ان انا من اول ما رفعت المكونات بتاعتي على النار وانا شغاله تقليب، هتقولي لي ليه ممكن استنى شويه وارجع اقلب؟ هقولك لا. اولا المكرونه بتتلسع بسرعه هي واللبن، فممكن لو ايدك ما كانتش شغاله على طول بالمضرب اللبن والمكرونه هيتلسعوا منك وهيطلع لهم ريحه شياط. تمام. ثانيا الخليط هيكتل معاكي لان فيه كميه نشا، فهيتقل معاكي بسرعه وما يكونش وصل للقوام اللي انت محتاجاه. هنزل بحاجه كده بسيطه، معلقتين كبار من جوز الهند. جوز الهند انا اديته ضربه بس بسيطه كده في الكبه علشان يكون ناعم معايا شويه لانه كان مجروش. تمام كده. وبرضك مع ذلك انا شغاله في التقليب، وكل ما بتقلبي اسرع. النار بتاعي نار متوسطه مش عاليه قوي علشان المكونات بتاعتي ما تتحرقش زي ما قلت لك ويطلع فيها ريحه شياط مش مستحب. تمام كده. طول ما انا شغاله في التقليب، طول ما الخليط بيتقل معايا تدريجيا، وزي ما قلت لك النار بتاعته هاديه وانا بحاول اوريكي، هو الخليط بتاعي بيتقل معايا تدريجيا زي ما انتم شايفين. بيبقى في الاول خفيف وبعد كده بيبقى يبدا. هتقولي لي بتعرفي ان هو استوى ازاي؟ هقول لك زي ما انت شايفه كده هيبدا يطلع معايا فقاعات كده، القوام اللي انا محتاجاه. ما عدتش محتاجه منه اكتر من كده. كميه النشا كانت مظبوطه، والكيلو ونص لبن كان مظبوط على قد الكميه اللي انا مستخدماها للمكرونه. بدا الخليط بتاعي يطلع فقاعات كده، اعرفوا ان هو كده بدا استوى خلاص. ما عادش محتاج ان انت تضغطي عليه في النار اكتر من كده. خلاص كده هطفي عليه النار وابدا ان انا اشتغل في الصينيه اللي انا هستخدمها. الصينيه اللي انا استخدمتها مقاس 30، اللي هي صينيه البسبوسه. ولو حابه اللي هي اعلى من كده بتاعه الكيك مثلا مفيش مشكله. معايا كده معلقه من السمنه، انا مستخدمه سمنه بقري بلدي. هدهن بها الصينيه دي، وبصراحه بتدي لها ريحه حلوه قوي وطعم حلو قوي. هنزل بالخليط بتاعي، والافضل يكون سخن علشان يتفرد في الصينيه ويكون السوا بتاعه واحد زي ما انتم شايفين. هركنها على جنب لحد ما تبرد خالص خالص، وهتحسي ان لونها بدأ ان هو يتغير شويه كده. خلاص. انا هبدأ ان انا اضيف عليها بقى معلقه من السمنه علشان ادهن بها الوش، وده اللي هيحمر معايا العزيزيه ويديلها لون حلو قوي. معايا برضك معلقه من السمنه البلدي البقري بتديلها لون حلو قوي. وزي ما قلت لك السمنه البلدي بتفرق
في الطعم وبتفرق كمان في اللون، بالذات لو من الحلويات الشرقية اللي موجودة في المحلات، لان اكيد في المحلات بيستخدموا اسانس، فمش بيديلك نفس الطعم، وبالتالي اللي موجود في البيت او اللي انت عاملاه بيكون افضل بكتير. دهنت كل الوش زي ما انتوا شايفين، ما سبتش اي مكان لحد ما دهنته. وزي ما قلت لك ما ينفعش ان انت تدهنيها سمنه وهي سخنه، لازم تسيبيها تجمد كده وتكون متماسكه، وبعدين تبداي تدهنيها. معايا معلقتين من العسل الابيض، ولو مش متاح عندك عسل ابيض ممكن تستخدمي الشربات، لو موجود عندك شربات تقيل وانتي سايباه في التلاجة ممكن تستخدمي منه معلقتين، بديلها برضو لون، ما اقولكيش لون حاجة كده ما شاء الله. هي مش محتاجة ان انتي بقى تشغلي لها الفرن كتير، اولا هنشغل الشواية بتاعتنا قبلها ب10 دقايق ولا حاجة علشان بس الفرن يسخن، وبعدين هندخلها في الرف الاوسط، يعني في النص، ونسيبها هتبدأ بقى تاخد اللون اللي انتوا شايفينه الجميل ده. بصراحة عندي في البيت ما استحملوش ودقوها من قبل ما انا اصورها، زي ما انتوا شايفين كده، لونها ما شاء الله ما اقولكيش، وريحتها تحفة بجد، وطعمها ممتاز جدا، احسن من اللي موجودة في المحلات فعلا فعلا بمراحل. طعمها حلو قوي، وكمان العسل والسمنة عاطين لها لون حلو قوي، وكميه النشا زي ما قلت لكم كانت مظبوطه، مش مطلعاها محجره ولا جامده قوي، لا طالعه مظبوطه، اللهم بارك، حاجه كده تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها على نفس الطريقه، هتطلع معاكم ممتازه جدا ان شاء الله. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، اللي مش عارف صندوق الوصف العنوان بتاع الفيديو هتلاقي مكتوب جنبه كلمه المزيد، هتضغط عليها هتنزلك تلقائي على صندوق الوصف، هو ده صندوق الوصف. هتلاقي مكونات الوصف موجوده بالجرام وبالكوبايه، علشان لو مش متوفر عندك ميزان تقدري ان انت تستخدمي بالكوبايه، بس علشان تطلعي الوصفات ممتازه الافضل ان انت تستخدميها بالجرام. الوصفه بتاعتنا سهله وبسيطه، وكمان طعمها ممتاز جدا، مقاديرها موجوده عندك في البيت، وهتطلع معاكي اللهم بارك حاجه كده تحفه. زي ما انتوا شايفين ناعمه، مش مكتله، المكرونه مش مكتله معانا علشان احنا ضربناها في الخلاط، والوصفه كانت سهله وبسيطه جدا، وحاجه كده ما شاء الله. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو انتوا اول مره تشوفوني وتتابعوني، لايك للفيديو بتاع النهارده، وكمان اشتراك في القناه، اضغطي على كلمة اشتراك وفعلي زر الجرس علشان كل فيديو بنزله ينزلك اشعار بيه. مشاهدة ممتعة للفيديو. السلام عليكم.